الجواب عن كل ما أثير حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار: الأول، نقول له: يا من تطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد ثبت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالنقل المتواتر محاسن وفضائل هؤلاء الناس، فهل يجوز العقل عندكم أن نترك المتواتر من كلام الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نعتمد على أحاديث ونقولات ليست موثقة وبعضها محرف من أعدائهم وبعضها فيه انقطاع وغير ذلك؟ هل يصح أن يزال اليقين بالشك؟ هل يصح ذلك؟ والجواب: لا يقول عاقل بذلك أبدا، فمعلوم أن اليقين لا يزال بالشك، وقد تيقنا من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على فضلهم وعلى منزلتهم وعلى ما يثابون به في الدنيا والآخرة، فلا يقضح في هذا بأمر مشكوك فيه، وإلا لكان القادح عنده نقص وخلل في عقله، لأنه لا يترك المتواتر الصحيح المنسوب إلى الله رب العالمين وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بضعيف أو موضوع أو مما قاله عدو من الأعداء، فهذا لا يقوله عاقل أبدا. الجواب الثاني، وهو جواب بإذن الله رب العالمين بديع بليغ. الجواب: نسألك، يعني نسأل الطاعن في أصحاب رسول الله: هل الصحابة كلهم من أهل الجنة أم لا؟ السؤال: هل الصحابة كلهم من أهل الجنة أم لا؟ فإن قال الطاعن لا فقد كذب القرآن الكريم، وإن قال الطاعن نعم فقد أقام الحجة على نفسه. اسألوا كل من يطعن في أصحاب رسول الله، سواء كان إسلام البحيري أو إبراهيم عيسى أو أحمد ماهر أو إلى غيره، اسألوا هؤلاء سؤالا واحدا. السؤال هو: هل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم في الجنة أم لا؟ فإن قال لا ليسوا في الجنة فقد كذب القرآن الكريم، وإن قال نعم هم في الجنة فقد أقام الحجة على نفسه، ولا حاجة لأن تتكلم فيهم أصلا إذا ثبت أنهم جميعا من أهل الجنة. الدليل: قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فما تقولون في هذه الآية؟ فهل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الجنة كلهم أم لا؟ إن قال لا فقد كذب القرآن، لأن القرآن قال: وكلا وعد الله الحسنى. وإن قال نعم كلهم من أهل الجنة فقد أقام الحجة على نفسه، ولا حاجة للكلام معه مطلقا، وقضي الأمر. الجواب الثالث باختصار عن كل تلك الشبهات نسألك أيضا، يعني نسأل الطاعن الذي طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هي في سورة التوبة، ومعلوم أن سورة التوبة هي من أواخر السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذه الآيات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم نزلت في غيرهم؟ فإن قال القائل نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت فيهم، إن قال نعم نزلت فيهم، قلنا له: قد أقمت الحجة على نفسك، لأن الله رب العالمين قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهل يرضى الله رب العالمين عن الفاسقين أو الفاجرين أو الزناء أو القتل أو إلى آخره؟ أجب عن نفسك. وإن قال لا لم تنزل في أصحاب محمد، قلنا له: قد كذبت القرآن، لأن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ففي كلتا الحالتين أقيمت عليك الحجة ولا مخرج منها أبدا.